لو بطلع زكاة من مصروفي اللي باخده من بابا، هل كده تحسب ليا ولا البابا لأنها مش فلوسي؟ طبعا المقصود صدقة. يا إما أنت ما شاء الله ربنا يوسع عليكم ومصروفك كبير لدرجة إنك أنت بتعرف تحوش ويجي ويبقى معاك النصاب بتاع الزكاة. نصاب الزكاة أكتر من 250 ألف جنيه ولا مبلغ كبير قوي، وعدى عليهم سنة. فانت لو مصروفك بيخلي معاك بتعرف تحوش من مصروفك 250 الف جنيه، طبعا نحب كلنا نتعرف عليك يعني نبقى اصحابك. لكن هو يبدو ان انت تقصد يبدو انك انت تقصد الصدقه. فلو بتصدق من مصروفي وبتحسب ليا ولا البابا؟ ليكوا البابا. اولا لان بابا ملكك الفلوس دي فاصبحت ملكك، فانت اللي بتاخد الثواب. ثانيا كلك على بعضك كده في ميزان حسنات ابوك بافعالك الحلوه كلها. فالولد من كسب أبيه كما قال صلى الله عليه وسلم، أبوه وأمه يعني إن شاء الله. يعني أفعالي كلها كأن أبويا اللي عملها، الصالحة طبعا إن شاء الله.